اليوم أحبائي كاميرتنا من أسواق حي الفاتح يلي بزورها عدد كبير جدا من المقيمين والسياح العرب، لما فيها من أفضل المأكولات والحلويات العربية والتركية، بالإضافة إلى سوق العرائس الرائع والألبسة الرجالية والنسائية، مع مختلف ماركات العطورات ومحلات الصاغة. ومع كثرة العرب وكسر حاجز اللغة الأجنبية، يصبح حي الفاتح الوجهة السياحية الأولى للعرب. وكاميرتنا من حي الفاتح وبالتحديد من سوق فوزي باشا وسوق مالطا، ورحب بكم لجولة أتمناها أن تكون ممتعة. نحن الآن عند مدخل حي الفاتح، حيث على الجهة اليمين بوابة الإدرنكبي اللي دخل منه السلطان محمد الفاتح بمراسم فتح القسطنطينية. أما على الجهة اليسار حي كاريا، يلي بيحتوي على قصر تكفور مقر حكم السلطان محمد الفاتح. وأيضا توجد كنيسة خورا اللي زرناها سابقا، والفيديوهات موجودة على القناة. وفي بداية شارع فوزي باشا نجد حمام مهرمة العثماني يلي مفتوح إلى الآن لاستقبال زواره. حمام عثماني مع ساونا وقسم مخصص للنساء. بصراحة الحمام مجهز بكافة وسائل الراحة مع التقاليد العثمانية يلي محافظ عليها. من هنا من شارع فوزي باشا كانت مراسم فتح القسطنطينية وصولا إلى آيا صوفيا، حيث صلى السلطان محمد الفاتح أول صلاة في آيا صوفيا. وصلنا أحبائي إلى سوق العرايس بالفاتح. هالمكان بيقصدوا العرايس من كل مكان، فمنلاحظ واجهات الأبنية تحولت لصالات عرض ألبسة العرايس أو بدلات الخطبة أو حتى الحنة. مثل ما بتعرفوا حفلات الحنة للعروس موجودة بكثرة بتركيا، وتعتبر من أهم مراسم العرس. مع ملاحظة هامة، بدلات العروس بسوق الفاتح بتنباع بالجملة واللي مفرع على حسب الطلب أو على حسب المحل. يا ترى بحسب وجهة نظركم، بالنسبة للبلدان العربية المختلفة، هل البدلات التركية يلي عم نصورها بالفيديو مميزة من وجهة نظركم أم لا؟ طبعا اختلاف الثقافات والأذواق والفنون مختلف من بلد إلى آخر. يا ترى شو أكثر البدلات يلي لفتت نظركم؟ ضمن شارع فوزي باشا لا يقتصر على بدلات العروس فقط، بيحتوي كمان على كافة مستلزمات العروس من إكسسوار العروس والتيجان ومحلات ذهب وفضة. رح يلفت نظركم بسوق الفاتح أو بسوق فوزي باشا كتير قلة خواتم الفضة وكترة خواتم الذهب للرجال، بحكم الأغلبية في تركيا بيختاروا خاتم الذهب للرجال بالرغم من تحريم الذهب للرجال دينيا. محلات الذهب المنتشرة فيها أيضا الذهب التركي أو الذهب السوري يلي عياره أقل. وسوق مستلزمات العروس يلي نحن فيه من بداية شارع فوزي باشا وصولا إلى جامع الفاتح. أما بقية شارع فوزي باشا بيغلب عليه الألبسة النسائية والرجالية لماركات عديدة، سواء الرسمي العرايسي أو السبور. وعلى طول الشارع بتنتشر عدد كبير من الكافيهات ومحلات الحلويات سواء التركية أو العربية. وطبعا شارع فوزي باشا يتميز بعقدة مواصلات هامة جدا في اسطنبول. في عنا باصات بتروح للأمينون، وفي باصات بتروح لفيزنا جلال القريبة من فوزي باشا والممتلئة بالمطاعم والمشاوي التركية، بالإضافة إلى باصات بتوصل لتقسيم. أما بعكس الاتجاه توجد باصات إلى السلطان أيوب وبيرم باشا والتوبكبي. كما أن شارع فوزي باشا قريب من خط المتروبوس، حوالي 20 ل 30 دقيقة مشي، وقريبة من خط المترو العادي حوالي 20 دقيقة مشي. حبيت أعمل تركيز على أهم الموديلات لبدلات العرس والحنة والخطبة بسوق فوزي باشا. إن شاء الله أكون توفقت باختياري، بس الأغرب بالنسبة لإلي بالسوق اللي كان بدلات الحنة، خصوصا البدل الزيتي. عدد المحلات اللي بيتكلم اللغة العربية كتيرة بسوق فوزي باشا. بالمختصر، تجهيز العروس بشكل كامل مع الإكسسوارات والمكياج والذهب والفضة وأي شي بيلزم، يعني المهم توفر المصاري، كله موجود بسوق فوزي باشا. ورح أعمل جولة صغيرة لأهم موديلات الذهب الموجودة بسوق فوزي باشا، سواء التركية أو السورية، مع الأنواع الثقيلة جدا والعادية. وبهالفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الذهب والدولار في تركيا مع انخفاض قيمة الليرة التركية، بصراحة صرنا نشوف بالأسواق التركية أساور بعيار 14 فقط.
وهذا الشيء ما كان أبدا موجود بتركيا، لأنه عادة المجتمع التركي بأنه الأساور عيار 22، ومهر العروس هو الذهب يلي بيقدمه العريس للعروس. يعني مثلا لبسها 10 أساور خلينا نقول، فالمهر هو ال10 أساور اللي بإيدها، لا يوجد مقبوض ومؤجل. أما بالنسبة لتصميم الذهب بتركيا فمتوفر طبعا الأونصة والليرة ونص الليرة وربع الليرة. بالإضافة لهذا الشي في جرامات الذهب اللي بتجي مختومة، بتجي عيارها 24. أما بالنسبة لأجرة الصياغة بسوق فوزي باشا، أنا بصراحة لاحظتها أغلى من غير مناطق باسطنبول. هذا طبعا إذا قارناها مثلا بالسوق المغطى أو سوق الذهب ببيرم باشا. وانا حبيت انهي جولة الذهب مع هالكم عقد اللي على الواجهة الاخرانية، يا ويلي على الذهب وتقله. نحن الان بالقرب من جامع الفاتح، رح نطلع باتجاه جامع الفاتح لنكمل على سوق مالطا، وبعدين بنكمل الجزء الاخير من سوق فوزي باشا بالاخر. شارع مالطا متخصص اكثر شي بالنقرشات، مكسرات، فواكه مجففة، راحة تركية، او حلقوم، مشروبات ساخنة غريبة حتى، قهوة تركية، قهوة عثمانية، قهوة عربية، حلويات عربية، حلويات تركية. بالإضافة إلى أنه يوم الأربعاء بيكون واحد من أكبر البازارات اسطنبول بالفاتح بهالمكان اللي هو بازار الأربعاء. ومع كتر محلات الذهب في سوق مالطا وسوق فوزي باشا، لفت نظري محل الفضة بسوق مالطا هاد، يلي فيه تشكيلة رائعة من الخواتم مع الأحجار بمختلف القياسات والألوان، وطبعا السلاسل والبلاكات بنقشات حلوة وسماكات مختلفة. حاليا نحن من محل بازار الفاتح ببداية سوق مالطا يلي من جهة الفاتح، بيعتبر من أهم وأجود المحلات اللي بتبيع الفواكه المجففة بأنواع وأشكال حلوة ورائعة وغريبة بنفس الوقت. بالإضافة لكافة أنواع الراحة التركية أو الحلقوم التركي المعجونة مع النوغا والورد والجوز والفستق الحلبي أو العنتابي، وأصناف لا تحصى من المشروبات الساخنة الغريبة والطيبة بنفس الوقت. بيتميز المحل بالنظافة وفن عرض البضاعة أيضا. يوجد قسم لأنواع العسل والحلويات. بصراحة من خلال إقامتي باسطنبول ل7 سنين ما سبق إلا وطلعت مبسوط من هالمحل. إذا زرتوا المحل من قبل خبروني. بيتكلم اللغة العربية وفي حسن الضيافة والاستقبال بالمحل. أنا دائما بفضل اشتري الراحة من هالمكان. بصراحة ما بعرف إذا كان السعر غالي ولا رخيص عنده، لأني ما جربت غيره بالنسبة للراحة. وكمان بالإضافة لهذا الشي موجود بالمحل تشكيلة من فناجين قهوة تركية مع بعض المنمنمات الأخرى. بتمنى تزوروا إذا كنتوا منطقة اسطنبول. سوق مالطا بشكل عام له سمعة كتير كبيرة باسطنبول، وله صبغة خاصة مع الأعمال النحاسية العثمانية المنتشرة في كل مكان، من دولات قهوة وفناجين. وأغلب الموديلات منلاحظ فيها وجود الزجاج داخل الفناجين النحاسية. من جهة تانية إذا حبينا نعمل مقارنة بالأعمال النحاسية ما بين سوريا وتركيا، منلاحظ إنه في سوريا سماكة النحاس أكبر، يلي بتسمح إنه تكون الزخارف أكثر ومحفورة بالنحاس أيضا. بالنسبة لسوق مالطا نسبة الباعة العرب عالية، مما يخفف علينا فرق اللغة التركية أو الأجنبية. أيضا قربه من جامع الفاتح ومن بازار يوم الأربعاء بيعطي شهرة إضافية للمحل، وخصوصا أنه الأسعار نوعا ما مقبولة مقارنة بباقي الأسواق. وطبعا منتشرة في سوق مالطا القهوة العربية كانت ولا التركية ولا العثمانية، ومحلات الشوكولا والكراميل والنوغا والحلويات العربية والتركية. من جهة ثانية وجود الصناعات اليدوية يعود إلى أن منطقة الفاتح من أقدم أحياء القسطنطينية، فهي داخل سور القسطنطينية في الزمن البيزنطي، ولتعتبر توسع عن القسطنطينية في الزمن الروماني، فهي منطقة متأصلة بالتاريخ والعراقة على مر العصور. وبحكم زيارتي لسوق مالطا بيوم الأربعاء
رح نقول لكم بعض المقاطع من بازار الأربعاء في اسطنبول يلي بيعتبر واحد من أكبر بازارات اسطنبول، وبتقصده الزوار والعالم من أماكن بعيدة. فبالإضافة للخضروات والفواكه بالبازار يوجد قسم كبير للألبسة يلي بتكون بأسعار رخيصة جدا مقارنة بالمحلات، مع جودة مقبولة وجيدة مقارنة بالسعر. أثناء جولتي في سوق مالطا في محل كرواسان الإيمارية كتير بحب مر عليه. تجربتي بالمحل مع البيتزا والكرواسان رائعة جدا، وبذكرنا بأيام الإيمارية. المحل بيلفت النظر بالديكور البسيط والجميل المستوحى من البيئة الشامية. المحل قديم جدا بهالمكان في اسطنبول وله سمعة كتير كبيرة بالمنطقة. إذا زرتوا المحل خبروني على تجربتكم. بالنسبة للأسعار مقبولة جدا مقارنة بالجودة. بيتزا لشخص واحد بجودة ممتازة جدا بسعر 100 ليرة تركي، وبيقدم المحل مختلف أنواع الفطائر الشامية وحتى بعض أنواع الحلويات من غريبة وبرازق وعجوة. وبجانب محل الإيمارية في محل تركي للبوظة من أجود أنواع البوظة، والأسعار مناسبة جدا وأرخص بكتير من محلات سوق باشا بالنسبة للبوظة. وإذا حبينا نقارنه بأسعار المناطق السياحية التانية فمنلاقي السعر بيوصل للنص بهذا المحل. وبشكل عام أنا ما بعرف أصحاب المحلات اللي ذكرتها، ليس لغرض ادعاء ولكن الحديث عن التجربة الشخصية اللي حبيت أنصحكم وشارككم فيها. وطبعا في العديد من المحلات الرائعة اللي ما ذكرتها، وإن شاء الله بالفيديوهات القادمة رح أذكرها إن كان إلها فروع بأسواق تانية أثناء تغطيتنا لأسواق تانية. الآن سنخرج من سوق مالطا باتجاه شارع فوزي باشا، أو لنعود لشارع فوزي باشا لنستكمل جولتنا في بعض الماركات التركية للألبسة السبور. اخترت كولينز واخترت الإلسي وكيكي، بالإضافة إلى بعض اللقطات السريعة للومبرجيك والبوما والنايك. خليكم معنا. وبداية من ماركة كولينز يلي عبارة عن طابقين في شارع فوزي باشا، والتي تقع ما بين موقف الإطفائية وموقف الفاتح. الكولينز يتميز بألبسة السبور سواء الشبابية أو البناتية، والأسعار مقبولة جدا مقارنة بغير ماركات. ومع تشكيلة كبيرة من الأحذية الرجالية والنسائية السبور، بأسعار تخفيضات دائمة بهالمكان. يلي رح أذكر الموقع وموقع كل المحلات يلي زرناها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وراح أختم جولتنا من الإلسي وكيكي الغنية عن التعريف طبعا.
يلي بيتكون المحل من 5 طوابق في سوق فوزي باشا، يلي بيشمل الرجالي والنسائي والبناتي مع ألبسة الأطفال وألبسة البيبي. ومثل ما بنعرف ألبسة الإلسي وكيكي من أكثر الماركات التركية مبيعا، واقتصادية بأسعارها، أرخص بكتير من غيرها، ولكن فيها بعض العيوب، فهي كلاسيكية والموديلات نوعا ما مكررة كتير بنفس الوقت، بتحوي على تنزيلات دائمة على طول السنة. لاحقا رح نكون مع فيديوهات عن المناطق السياحية المخفية في حي الفاتح، يلي كتير من السياح زاروا المنطقة وما بيعرفوا هي المناطق. بتشكر مشاهدتكم الفيديو وبتمنى دعمكم بالقناة لنكبر سوا.